والله يعني لي شيء الكثير، يعني ما أقدر إني أستغني عن الحمام هذا. ليش؟ لأن تعلقت فيه. الزاجل هو اللي أعطاني إصرار، وحبي للزاجل هو اللي أعطاني إصرار إني أصبر حتى أحقق أهدافي. أقضي وقتي مع الحمام أكثر من ما أقضي مع أهلي. فهذا الحمام يعني حسيته ويرمز له في السلام، فانجذبت له، صار عشقي الأول، واستغنيت طبعا عن الطير وعن كل حاجة. حتى خيل، كان عندي أنا خيل وعندنا إبل وغنم، لكن العشق الأول هو عشق الزاجل. طير من الطيور هذا انكسرت ريشته، ونزلت نزلة عند عيالي وهم جالسين، قلت لهم تعرفون الطير هذا ايش يساوي؟ نفس ما أحبكم أحب الطير هذا. الزاجل بالذات لأنه في ميزة ما هي موجودة في باقي يمكن البهايم كلها. لا تشوف طير أنت لما تهده في سكاكة تقريبا 1000، وبالنسبة للمسح 1050 كيلو، يعدي هالجبال ويقطع البران ويخاطر بنفسه ويجيك. وبعض الحمام يجي عندك هنا على في اللفت أو على الصيادة يجيك مضروب ومكسر، فهو طير وفي، فلازم ترد له الوفاء هذا، أنك تحب الطير هذا. هذا حمام المطيار، هذا الحمام اللي فاز الموسم هذا في سباق سكاكا وعرعر. طبعا سكاكا وعرعر نتكلم عن 1000 كيلو المسافة من نقطة الانطلاق إلى موقعنا هذا، تقريبا 1000 كيلو. هذه مجموعة من الأبطال اللي حققت بطولات. أنا بدأت تربية حمام الزاجل في عام 2004. أول ما تعرفت على الزاجل وعرفت أنه يعني ممكن يطلق من مسافات بعيدة ويرجع إلى بيته، هذا هو اللي كان الحاجة اللي جذبتني لتربية الحمام الزاجل. بعدها اقتنيت مجموعة بسيطة من الحمام من الزملاء، وتوسعت في المجال هذا حتى تعمقت في تربية الحمام الزاجل، وصارت الآن يعني جزء من حياتي وأكل لها الاهتمام الكبير. وصارت يعني في طيور أغليها في مستوى مثلا أقول لك من دون مبالغة أحبها مثل ما أحب عيالي. كنت أحب الحمام، كنت الزينة، ومن موردين حمام الزينة، استورد من برا وابيع. بعدها عملت للزاجل وتركت الزينة بالمرة كلها. طبعا النادي كان بادين قبلي، كنت أنا حجول عادية يجيبوها من الرياض، أنا أحجل فيها، وبديت هذا من العام 92، وبديت أسابق إلى هذا الموسم حاليا، يعني ما قطعت سباقات. والله أنا عندي حب الحمام الزاجل من قديم، يعني من قبل ما أعرف إن في نادي وكذا، وكان عندي زاجل وكنا نسابق ديوانية، يعني في عام 2003 وعام 2004 وعام 2003 و2004 كنا نسابق ديوانية مع الشباب هنا مع ربعنا، وكنا نسابق ديوانية. فبعدين عرفنا إن في نادي وانتقلنا إلى النادي. احنا في المنطقة حبنا للحمام ممكن من الصغر، زين. تنشأ ويا الواحد وهو يكبر، فحب ما هو بزنس، لا حب للحمام. والله إذا إن أنا أجي بزنس أو شيء ما بخسر زي ما تشوف أنت المباني وبأشيل وبأحط على إني بزنس. كان أسوي لي سوبر ماركت أصرف لي، لا بزنس أصرف لي من الحمام، لكن أنا بتكلف على الحمام أو إني أنا تنظيف أو تعديل مساكن إليهم. لما أنت تشوف منظر وزين تحس إن هذا قاعد يحب يعطي الحمام، زين. أما تجي مخربطة الدعوة أو ده، تقول لا هذا بس يبغى يمشي حاله. أما إن أنا لا، إن أنا بحب الحمام، بعطيها من
وقتي، بعطيها من مالي، بعطيها من كل شيء يعني. ما كان موجود عندنا الحمام الزاجل، كان حمام الزينة. فمن بداياتي تعلقت في الحمام وربت عندي هذه الهواية. وفي عام 92 تقريبا بديت أجني الحمام الزاجل. كانوا في إخوان عندنا هنا بعد عندهم نفس الميول، وتشكل عندنا اتحاد سعودي لسباقات الحمام الزاجل. وأنا التحقت مع الإخوان في نفس النادي، وبدأت مشاركاتي من عام تقريبا 92 إلى 93 تقريبا. طبعا من المهم في الجناح المسافات الطويلة انه يكون الجناح انسيابي، يعني ما يكون خشن. يعني إذا جيت تفتح الجناح ما يكون قاسي، يكون انسيابي. هذا أول شيء. بالنسبة للريش للمسافات الطويلة يكون يسمونه سكين. من قدام هنا تحصل الجناح، آخر الريش زي المسنن، ما يجي دائري. وكل ما كان الجناح بالطريقة ذي الريش أضعف أفضل للسباقات. طبعا مسافات القصيرة يحتاج طير يكون الريش عريض عشان ضرب الهواء اللي يوصل للموقع بأسرع. هذا ما يحتاج الطير المسافات الطويلة. ومن مواصفات المسافة الطويلة انه يكون آخر الريش تحصله مفتوح، آخر 3 حبات، على أساس يدخل فيه الهواء وما يتعب الطير في الطيران، لأنه بيطير مسافات أطول. يمكن تلاحظ هذا الشيء في الطيور اللي يجونك تهاجر من قارة أوروبا إلى قارة آسيا. في بعض الصور تلاحظ أن آخر 3 ريش مفتوحة، عكس المسافات القصيرة. المفروض يكون آخر الريش مسكرة وتكون دائرية، ما تكون مثل السكين مسننة. والمفروض يكون العظم من الداخل يكون قصير، ما يكون طويلة. كل ما كان العظمة هذه أقصر أفضل للمسافات الطويلة. وبالنسبة لباقي المواصفات يكون ظهر الطير لما تفتح هنا يكون نفس الانسيابي مع تكميله مع جسم الطير، ما يكون الجناح او الريش لما تفتحه يروح على فوق. هذا عيب وضعف في الظهر. الحاجة الثانية يمكن بعض الأخوان ما ياخذون بالهم منها، الراس. راس الطير كل ما كان بيضاوي أفضل للسباقات الطويلة، عكس الدائري. الدائري طبعا يجيك للطيور اللي هي مسافات وسط والقصيرة، لكن الطير حق المسافة الطويلة يكون أفضل إنه يكون بيضاوي. رابع شيء يكون الريش تحس إنه ناعم في إيدك، ما يكون خشن. هذا يساعد الطير للطيران. هذا المسافات الطويلة أنا أكلمك عنها. فمواصفات كثيرة يحتاجها الطير، وهذه تجي في الخبرة طبعا الإنسان يتعلمها مع الوقت والممارسة يفهم الأمور هذه. أنا عندي مجموعة حمام طيبة الحمد لله. في الحمام الزاجل ممكن طير واحد يعدل لك لفت كامل، وأنت وحدة تعدل لك لفت كامل وتأسس لك لفت كامل. فأنا يعني أحاول أجني الحمام الزين عشان أطلع لي مثل هذا الفحل منتج، يعني يكون عندي فريق أو تيم قوي أنافس فيه الأبطال موجودين في المملكة. وأنا أحب أجني الأبطال صراحة كثير، أحب أجني الأبطال. أنا أعرف المجهود اللي بذلوه لين يوصلون لهذه المرحلة اللي هو البطولة، ويخلون وراهم مثلا تخيل لك طير يخلي وراه 3000 طير 4000 طير، خصوصا إن حنا في الناديين طبعا 85,000 حجل تحجل في السنة. لما يفرز هذا الحمام ويضيع من التثبيت واللي يموت من مرض ضعف مناعة وأمور ثانية، نوصل إلى الرقم 1 من 85,000. أقصد لك في الدمام والقطيف
85,000 حجل تباع سنويا. أنت البارح في النادي موجود قالوا لك خلصت الحجوز. تخيل لك الموسم القادم كل الحمام هذا يفرز في التمارين، في الصيف يموت من الضعف، ما في مناعة قوية. لما يجي الموسم ونسابق ويضيع حمام وتجينا ظروف وأمطار وأجواء صعبة وسباقات يعني ما يجي فيها حمام، وتجي آخر الموسم قالوا لك الرقم واحد تقلب على كل الظروف اللي أنا ذكرتها، كل الظروف. أنا أقدر هذا الشيء اللي الطير صار فيه، وأحب أعطيه قيمته وأحب أنا أمتلكه. طبعا قبل لا نسابق المسافة الطويلة يكون الحمام منعزل فترة طويلة في وقت تبديل الريش، ونهتم في هذه الأيام وهذه الشهور إنك تغذي الحمام تغذية طيبة جدا، وتعطيه الأكل المناسب لتبديل الريش والحتيت الريش أسرع. وعزل الحمام الذكور على الإناث لها دور كبير في تبديل الريش. وطبعا ما ننسى الفيتامينات، وملاحظتك دائم تكون يعني حضورك للحمام وعينك للحمام تكون مهمة جدا. طبعا التدريب أنا خاص أبدأ من تقريبا 15 كيلو، وبعدين إلى من 15 ل 25 تقريبا، من هدة إلى هدتين في نفس المكان، وأبدأ إلى تقريبا 50 كيلو خلال تقريبا 3 أيام 4 أيام 50 كيلو. بعد 50 كيلو أبدأ أمرن الحمام من يوم بعد يوم إلى أن أوصل تقريبا 85 كيلو. عقبها أكتفي إلى هذا الحد. خلاص المفروض تبدأ أنت في سباقات. إذا كنت تسابق في المسافات القصيرة تدخل مع الناس في المسافات القصيرة، تشارك. عندنا مثل حنا أول سباق لنا 180 كيلو اللي هو النعرية، أو النعرية زائد 50 اللي هي 250 كيلو. هذا طبعا يجهز الحمام بدل ما أنت تروح بنفسك، ويجهز الحمام الأفضل. يعني يشارك حمامك يشارك مع هواة كبار وعدد كبير من الحمام، ويعطي يعني حافز للحمام، ويعطي شبه اختبار. أهم طير عندي في اللي كان له دور كبير في تأسيس حمامي اللي هو القيصر، وعندي أنثى ثانية الإمبراطورة. القيصر امتلكته في عام 2007 وأسست منه حمام إلى عامنا هذا، إلى الآن احنا في 2018. له تقريبا أكثر من 80 طير حققوا مراكز في سباقات سكاكا وعرعر. أصبح القيصر وجوده بنسبة 90% في حمام السك اللي أمتلكه. طبعا في حمام آخر دخل على الحمام هذا، منهم سلالة 93 طير علي بن أحمد، ومنهم في أنثى أنا اقتنيتها فيها سلالة جون آردن، هذه دخلت على خط القيصر. والإمبراطورة فازت 5 مرات، حققت أفضل مراكز المركز الثاني والمركز 14 ومركز 34، وحصلت على الرابع في الحجل الذهبي. هذه الطيرة بعد ما وقفتها من السباقات دخلتها الستوك، أنتجتها وأنتجت أحفادها. في موسم 2015 سجل لها في سباق واحد 19 حفيد من سباق عرعر. فأنا أشوف أفضل يعني طيرين مهمين عندي وكان لهم تأسيس كبير في ستوكي، الإمبراطورة والقيصر. هذه مجموعة من حمام الستوك الإنتاج،
هذا طبعا ما يطير، الحمام ينتج، عياله هي اللي تسابق وتحقق البطولات. هذه في طيرة عزيزة علي، هذه الطيرة فازت 7 مرات من 1000 كيلو، لها 8 أخوان فازوا، في منهم 6 مرات، في منهم 7 مرات. هذه فازت بعد في بطولة الحجل الذهبي. أبوها انسام ب35,000 ريال. طبعا هذه خلاص الحين طلعت خارج لعبة السباقات، الآن دخلت إلى الإنتاج. هذا الأب، هذا ولد القيصر. الطير هذا سابق فاز بجناحه مرتين سكاكة وفي أجواء صعبة. هذا الطير أنتج عدة أبطال على إناث مختلفة، من ضمنها الأنثى اللي رويته قبل شوي. أنا طبعا القيصر مات، وهذا راح ياخذ لقب القيصر الآن. الطير هذا بياخذ لقب القيصر بعد وفاة أبوه. هذا الطير يعتبر من أهم الحمام المنتج عندي للأبطال. هذه الحمامة بنت الإمبراطورة، هذه لها الآن، شوف هذا ابنها، هذا الذكر اللي بالمحكر هذا ولد النثية ذي. هذا الطير أنتجت منه وفزت في بنته 4 مرات، سكاكة وعرعر وسكاكة وعرعر، يعني 4 مرات طارت 1000 كيلو وجابت مراكز متقدمة. وهذا نفس الشيء الآن السنة هذه عياله سجلت في سباق عرعر. هذا حفيد الإمبراطورة. الإمبراطورة عندي لها قلت لك في سباق واحد سجل لها أكثر من 19 حفيد. الطيرة بطلة وإنتاجها أبطال، وتعتبر من أهم الحمام اللي عندي في الستوك العميري، القيصر والإمبراطورة. هذه الحقيقة السلالات القديمة هي اللي قاعدة تفوز ولا زالت تفوز إلى اليوم. يعني أنت لما تجي بتحط نسبة على سبيل المثال، نسبة السنة من اللي فازوا زين في المسافات الطويلة ممكن يصير 99% المسافة الطويلة اللي فازوا السنة من الحمام القديم. فمو معقول ان انا اجي اقول لا والله، لكن هذه تعتمد على كل هاوي انه يقدر انه يخفي حقيقة او انه يشوف ويش اللي هو يبغاه. بس احنا نتكلم كواقع. الحمام القديم اللي كان يسجل في المسافة الطويلة لا زال هو اللي ثابت نفسه ويسجل وراح يسجل زين، لأنه دم قوي وماراثوني. يعني على سبيل المثال أنت تضاريسك الحين بر حر، تروح تجيب لي طير يطير على وديان أو يطير على برادة أو عندك قدرته، تنفسه، تحمله. يعني أنت تاخذ من نفس البيئة. انت الحين لا جبت لي على سبيل المثال تجيب لي جمل وتقول لي والله انا بعيشه في القطب الجنوبي زين، هذا في صحراء وهذاك في ده. احنا نتكلم مو المعنى مو موجود في اوروبا حمام ماراثوني، موجود حمام ماراثوني، لكن احنا لا نقول يعني نتعب حالنا. في حمام ممتاز هنا، انت ويش يضرك اذا جبت ودخلت على ذا الحمام دم جديد على سبيل المثال، دخل عليه دم. اما لا تقدر ولا انك بتقدر تغبي دي السلالة اللي كانت تفوز. هذه بصمة طبع ما في.
هذا الطير ولد الطير الكبير اللي فاز عندي في عام 2008 أول سنة اللي في المسافة الطويلة. هذا الطير ولده، وهذا أول فرخ فرخته ولد الطير هذاك، وسابقت أنا في هذا الطير وفزت فيه في السباق الأول. زين، في سباق سكاكا في عام 2010 سجل عندي الطير ترتيبه 180، والسباق الثاني برضو سجل عندي ترتيبه 180. فسميت الطير، لقبته بلقب ال 180، ومشهور عندي طير في لقب 180. فهذا الطير بإذن الحمد لله مسكته أنا وحطيته مع الحمام الكبير يعني في المحاكر، وفزت بعياله وبعيال أحفاده. يعني الحمد لله السنة هذه اللي فازت عندي هذا الطير جدها، وقبل سنتين أنا كنت سابقت. زين، والطير له 4 حبات عيال فازت، وحبة واحدة تأخرت من السباق رغم انها صغيرة يعني. هذا هو، وهذا ولد البطل. ابوه طبعا المشهور الملقب البطل عندي، هذا الطير ولد البطل. وهذه اشهر سلالة عندي تفوز، وحمام بالكثرة. هذا الحمام اللي اشهر شيء قاعد يفوز عندي. هذه السنة هذه هي البطلة. أنا سابقت في سباق سكاكا، فهذه هي الطيرة الوحيدة اللي أنا سجلتها من 20 طير. هذه هي الطيرة. طبعا هذه الطير اللي تكلمنا عنها 180 يصير جد الطيرة هذه، أبو أمها، وأبوها أخو 180، لأن أنا ركبت بنت الأخو على عمها، فطلع لي هذا الحمام. طبعا السنة هذه حصلت على مركز 24 في سباق سكاكا، والحمد لله طيرة جدا مميزة وحلوة، وإن شاء الله فالها الفوز إن شاء الله في السنين الجاية إن شاء الله. هذا الطير فايز 5 مرات، فايز بالقصيرة وفايز بالطويلة، وماخذ حجل برونزي. وهذا افضل طير عندنا بالبيت. هذا ماخذ اللي هو حجل برونزي، وعنده عيال احفاده هنا يسجلون وعياله. هذا حفيد من حفيدات هذا الطير، فايز 4 سباقات، فايز اللي هو فاز العام والسنة أولة العام. ماخذ الأولة العام ماخذ من سكاكا 162 وعرعر 14، والعام فايز 62، والسنة طار سكاكا بس ما سجل. وعرعر السنة هذه فايز ماخذ 38 في عرعر. وبعد هذا واحد من احفاده، بس هذا الطير من احفاده. الام الطير هذا اساسا من يصير حفيده البرونزي. هذا بعد فايز السنه والعام. هذا فايز السنه ماخذ 21 اولة العام، ماخذ من سكاكا 21، السنه ماخذ من سكاكا 14، وترتيبه في عرعر 88. هذا احفاده، هذا واحد وهذا واحد. وهذه الطيرة بعد 4 مرات فايزة في عرعر 3 مرات، وطايرة سكاكتين بس ما فازت طايرة. هذا الحمام الموجود، وهذا شهادات الطير العود. هذه شهادته، هذه واحدة، هذه شهادة حقت الطير العود. الثالث برونزي حقت وهذه شهادة سكاكا.
وهذه شهادة سكاكة ثالث نفس الطير. هذه 3 شهادات. وهذا كان يسجل في النعيرية زائد 50 من محطة الربيع. هذه واحدة، هذه واحدة، وهذه واحدة، وهذه واحدة. هذا من أفضل الطيور احنا نمتلكها أنا وأخوي. هذه 100%. كل سلالتها حلوة، كل السلالة لها حلوة، كل سلالتها حلوة. شفت على قولتهم اللي يقولوا الهنغاري وما الهنغاري، هذه فيها من الدم نفسه. لا هذه 100%. شوف 100% تنتج لها طول. شوف الريشة، تعجبني أنا الريشة لما تحصلها عريضة لين من البداية للنهاية. شوف حتى ريشتين الأخيرين شوف برضو أعراض، بس القمة شوف ما في إلا ريشة الأخيرة، في بعضهم يجي 3-4 أضعاف يعني زي الموس. تحت هنا شوف أسود هو شوي. بشوف هذا فحل. هذه هي حين مساعد. ايه هذه نفي 100%. بس اوكي يعني هذه 200% مو بس اوكي. كل عموميتها واجدادها كله فوز. هذا جسم ما شاء الله عليه، جناحين. جيب هذا رجعها محلها. وهذا فحل هم فايز السنة وفايز العام، بس سباق عرعر ما وديته لأن أساس خلاص انباع، فطبعا ما وديته خلاص. وأخوه برضو فايز وياه العام والسنة. أخوه من أم وأبوه من تفريخة واحدة، اثنينهم فحول، وأبوهم هم فايز حايل وعرعر فايز، وعمه هم فايز عرعر وسكاكة وحايل نفس هذا فحل. وهذول مبيوعين لإيران الاثنين منهم. هذه أساس الفحل من الطيور الأمير، والأنثى من الطيور جاسم الكليب. عام 2001 أنا مشتريها من نقطة، وطلعوا لي كذا كطير، وجوت واحد من عيالهم عندي ينتج حاليا، وطلع لي هذول الأبطال، وهو بطل نفس الفحل. هذا 2009 هو مطلع أبطال، وهو بطل نفسه مسابق. الأمير ملك أحسن حمام، أعطاني أنا فروي، والأنثى الروحي لا تقهر. طبعا أسست حمام من أحسن حمام هذا الجوز. فأغلب بعض الحمام فيهم دم هذا الطيرين، فالحمد لله ماشيين. وهذه السلالة هي كلها مشت عندي، فروي والجوناردون والويجن والميلر. هذه من ضمن الحمام سلالات أكثر، وفي سلالات واجد متعددة بس ما قد أخذت منها أنا. طيرة سنة البرق تعني لي كل شيء في هذا، خاصة في هذا الموسم. يعني أفضل طيرة طارت عندي، وتقريبا أفضل طيرة طارتها الموسم هذا عام 2017-2018، حققت الحاصلة على المركز الأول في الحجل الذهبي، بطولة الحجل الذهبي. طبعا هذه الحمامة من إنتاجي، ولها أهلها في لهم بطولات كثيرة. ونفس عمتها ماخذة أول حجل ذهبي نفس البطولة، وخالها بترول من أفضل طيوري وأشهرها موجودة الحين. من أشهر حمام خالد القرناس.
بترول 2009. شارك في المسافات الطويلة، شارك في المسافات القصيرة والوسط، وحقق من المسافة القصيرة إلى المسافة الطويلة مراكز متقدمة. فاز 4 مرات في سباقات سكاكا، وحصل على المركز العاشر بطولة الحجل الذهبي. لقب بهذا الاسم كبر حجم اسم بترول أو لقيمة البترول. من أفضل حمامي وأعزها. اصبر ابن الحلال. هذا أحد أبناء بترول 2014. له 4 أبناء فازوا في سباقات سكاكا وعرعر خلال موسمين، وله طيرة فازت في بطولة الحجل الذهبي المركز الثالث اللي هو الحجل البروانزي هذا العام. طبعا أحد أحفاد بترول، والحاصلة على المركز الثالث في بطولة الحجل الذهبي الحجل البروانزي. فازت 4 مرات عام 2016 و 2017 حجل 2016. من أشهر حمامي مستقبلي إن شاء الله. طبعا هذا اللي هو الفحل، هذا يمكن يبين بالتصوير معاه. هذا من افضل الفحول عندي، انا اعتز فيه، من سلالة اللي هو الامير، حمام الامير القديم. طبعا انتج لي احفاده، هذا حفيده. هذا من افضل الطيور عندي، انا اعتز فيه. السنة دي سابق 2017، هو الطير الوحيد اللي كرر السنة دي 2017. هذا الطير حفيد هذا الطير، وابن هذا الطير. هذا الطير طبعا عندي أب هذا الطير، سابق 8 مرات سكاكا ومسجل 6 مرات. بجاب لي هذا الطير. طبعا هذه سلالة عندي حمام فايز لهذا الطير اللي هو 2006. عياله ما شاء الله تسجيل طيب عندي. هذه احدى احفاده، هذول اخوان. هذا الفحل وهذه النثيه من احفاد هذا الطير، والحمد لله طلع عندي سلاله طيبه جدا. وهذا طال عمرك البطل ثاني حايل دولي، كانوا مشاركين معنا البحرين والكويت، والحمد لله توفقت واخذت المركز الثاني، فرق يعني أقل من دقيقة مع المركز الأول، ورفعنا علم المملكة في عالي الحمد لله. عندي هذا الطير 115 أعتز فيه كثير. طبعا يكون جده من الأم اللي هو 2006. هذا طار 4 مرات، سجل 4 مرات مراكز متقدمة في سكاكا وعرب. طبعا هذه مجموعة من أهم الحمام اللي عندي، ويعتبر نخبة الحمام اللي عندي وحقق نتائج. هذا الطير
فاز في المركز الأول في سباق عرعر له 5 انتصارات. أفضل مراكز سجلها المركز الأول في عرعر، والمركز 16 في سباق سكاكا، والمركز 56 في سكاكا. الطير هذا له 4 أخوان فازوا معه في عام 2015 في سباق سكاكا، وله ابن وله أحفاد 2 سجلوا في سباقات سكاكا وعرعر. هذا من أحفاد الغيصر. عندي هذه الأنثى لها 8 انتصارات، لها 3 سباقات في ال10 الأوائل سباق سكاكا وعرعر، وخذت العام الماضي الحجل الفضي المركز الثاني في الاس بيجن. هذه بعد من أقوى الحمام اللي عندي. 3 سباقات في عرعر كانت هي أول طيرة تنزل عندي، 3 مواسم كانت هي أول طيرة تنزل في السباق. هذا الطير فاز 10 مرات، سابق 10 مرات سكاكا وعرعر، له 7 تسجيلات و3 سبقات. أول 3 سبقات ما كان يسجل، كان يجي من السباق، وبعدها من السبقة الرابعة إلى السبقة العاشرة كلها فوز، وفيه له مراكز متقدمة كثير. هذا من أحفاد الغيصر. هذا الطير من أحفاد الإمبراطورة، فاز 5 مرات، وفاز في المركز الرابع في الحجل، والمركز الخامس في الحجل في السنة الموسم اللي بعدها. هذا من أحفاد الإمبراطورة. زي هذه الحبة هي من أفضل الطيور اللي طارت موسم 2017-2018، هذه السنة اللي احنا فيها. هذه من أميز الحمام. طبعا هذه الحبة أهداها البطل محمد النجار إلى الشيخ حسن حبيب ريحان الإمارات. هذه من أميز الطيور السنة اللي طارت. فلما أجي أقول هذه ما في رسها خارجي أو رس هذا، هذه من سلالات عريقة في المملكة، هذه سلالات طويلة ماراثونية. يقولوا كل هاوي يحب طيور معينة، أنا بالنسبة إلي أنا أحب هذه الطيور، ومن أروع الطيور اللي عندي. هذا طبعا جدة عندي حجل ذهبي في المسافة الطويلة، ما ظلت الحين إلا هذا الطير عندي. طبعا الأم طيرة، الأخوان طيرين، العمام طيرين، كل سلالته طيرة طويلة في طويلة. فهذا أنا محجلن. طبعا ده الطير ما طار 2017، ومحجلنا ستك حتى انه تصير السلالة ثابتة ما تضيع. هذا من أعز الطيور عندي. طبعا هذا في هذه جربت منهم شيء أو السنة ما سابقت مسافات لا طويلة، سابقت سبقتين قصير ووقف. والله الألقاب كثيرة طبعا، لكن يمكن جائزة الحجل الذهبي لأن طيرة ما شاء الله عندي سوت لي نتائج طيبة، وهذه الطيرة أنا ما أنساها مع أني فقدتها في السباق اللي دخلنا فيه كان سباق سكاكا. أي عام والله ما أذكر العام اللي احنا دخلنا فيه، هذا العام ما جه حمام. عادة هذه الطيرة تجي قاطعة الحمام، تجي لحالها. حتى خبر في سباق يوم الخميس ما كان جانا ولا طير، هي جات قبل المغرب تقريبا بنص ساعة، لكن مشكلتها ما تخش العمامة. هاي لما تجي تجلس فوق يبقى لها شغلة لين تنزل،
وكان عندنا وقتها ايام الربل، لازم تشيل الربله وتسجل الساعه، تسجل حمامه في الساعه. فاخذت وقت معاي، وقبل الاذان يمكن بربع ساعه جاء طير حق المتسابق عاطف الدوسري، احد ابطال الهوايه وانا اقدم له تحيه من خلالكم. جاء طير وسجل بعدي بربع ساعه، لكن المسافه خذه الاول وانا الثاني. فهذه الطير لا زالت مخيلتي لا يمكن انساها. والله اصعب شيء ممكن يخاف منه المتسابق والهاوي، طبعا تجيك في بعض المواسم امراض وبكتيريا تنتشر، فبعض الاخوان يمكن ما يحصنون طيورهم او ما يلقح طيوره ضد الدوار او ما يعتني في طيوره يهملهم، فيجيك مرض. لما يجي المرض يضرب كل الحمام تقريبا، فتخسر طيور صعب انك تعوضها، ويمكن يضرب عندك حتى الطيور الاساسات اللي انت تعتمد على الله تم عليها. ولما تموت هذه الطيور صعب انك تجيب طيور في نفس المستوى او حتى لو اقل منها بشوي. الحمامه زي ما اقول لك هذه مثل الجوهره، لما تتخلص منها صعب انك تمتلكها من جديد. طبعا ايام السباقات اكون عاده هنا، خاصه في ايام السباقات الطويله يكونوا معي الاهل هنا والاولاد لان سباقات سكياكا طبعا يبقى لها يوم او يومين لو تاخر الحمام، فانا اكون هنا واشوف الحظيره من هنا عندي موجوده. طبعا يكون نفس المكان هنا انا اجلس، والحمام اللفت طبعا زي ما تشوف اخوي قدامك. وقت السباقات انا ما يحتاج اني اكون برا، لان ايام السباقات تكون يمكن بروده زايده او في بعض المطر، فانا اكون هنا واطالع اللفت قدامي. اعتقد انه منظر يعني محبب للنفس ومنظر جميل. والله الحمام الزاجل هذه شيء في الدم، يعني ما نقدر نتخلص منه، لو نقدر نتخلص منه تخلصنا فيه يعني من زمان. وانت شايف البيت الحين اللي قدامك هذا الحمد لله يعني مكلفني كثير، ومع ذلك يمكن الحمام سكن قبلي هنا، انا جبت الحمام قبل ما اجيب عيالي البيت، فلحبي للحمام. وصعب انك لما واي هوايه الشخص اللي يملك مثلا خيل تحصله مع الخيل على طول كل وقته، واللي يملك ابل نفس الشيء. فالحمام والزين في الحمام انه هوايتك عندك في البيت هنا، ما انت محتاج تروح مثلا تضرب مئات الكيلومترات، عندك هنا بينك وبين اهلك وربعك وجماعتك يجونك هنا وتوسع صدرك. فاشوف انه هوايه محببه للنفس. يعني من قدم الهوايه، يعني انت تتمنى لو كان علي بن احمد موجود وفهد الشويعي وعاطف والاستاذ وجميع الهواه هذول الابطال اللي كانت قديمه وتفوز وياهم، ولا انت تنافس وياهم على بطولات، تحس انك انت فايز صدق، انك انت داخل بطوله، ان هذول عمالقه الهوايه من قبل. واتمنى والله اتمنى. جزاك الله. الله يجزاك خير. والله يوفقك. الله يجزاك خير. ونتمنى والله. هذه شهادات الطير العود، هذه شهادته، هذه واحدة، هذه واحدة، هذه شهادة حقت الطير العود. الثالث برونزي حقت وهذه شهادة سكاكا. وهذه شهادة سكاكا الثالث نفس الطير. هذه ثلاث شهادات. وهذا كان يسجل في النعيرية زائد 50 محطة الربيع. هذه واحدة، هذه واحدة، وهذه واحدة، وهذه واحدة. 6 شهادات أساس الطير. هذا من أندر الطيور يعني. هذا من أفضل الطيور احنا نمتلكها أنا وأخوي. طبعا الكاسات هذه اللي تبع النادي، لكن بنتكلم عن كاسات المملكة. هذه بطولة المملكة المركز الثالث عام 1420 مفتوح.
وهذه بعد بطولة المملكة المركز الثالث. وعندنا كاسات طبعا حازين عليهم في بطولات النادي في المملكة. وهذه المركز السابع في سباق النقطة المرجان، عبد الرحمن المرجان كان هدس الحمام طبعا من الحفر على ما اعتقد، وفزنا بالمركز السابع. وبالنسبة للإنجازات الشخصية، هذا المركز الثالث مفتوح المملكة، وهذه الحجل الذهبي، وهذه الرابع، وهذه التاسع مملكة، وهذا الرابع مفتوح على المملكة، وهذا الخامس مملكة، وهذا التاسع أفضل متسابق مسافات طويلة المملكة، وهذا العاشر مفتوح على المملكة، وهذا الثامن على المملكة، وهذا الثامن على المملكة شبابات، وهذا الثالث المنطقة الشرقية، وهذا الثاني التفوق العام على المملكة السباق المشترك، وهذا الثالث شبابات على المملكة، وهذا الرابع المنطقة الشرقية. طبعا هذا التاسع حايل، وهذا الطير محقق الثاني سكاكة، وهذا الطير السادس حايل، وهذا الطير الثاني سكاكة، وهذا الخامس سكاكة، وهذا الرابع سكاكة، وهذا السابع الحجل الذهبي، وهذا السادس سكاكة، وهذا الرابع سكاكة، وهذا السادس سكاكة، وهذا السابع المنطقة الشرقية، وهذا الطير الثامن سكاكة، وهذا الطير الرابع سكاكة، وهذا الطير العاشر سكاكة، وهذا الطير الرابع سكاكة. هذه طبعا بعض الانجازات اللي حققناها. ولا الشهادات طبعا اللي بعد العاشر عندنا شهادات كثيرة ما حبينا نرويكم اياها لكثرها، وهذا الانجازات اللي احنا تفوقنا فيها، وان شاء الله من احسن لاحسن. هذه كاسات زين، انجازات كلها انجازات. طبعا في عندي غرفة فوق بنواف فيها الكاسات وفيها ذا. طبعا هذه الكاسات مختلطة، فيها النقطة وفي انجازات مالات النادي وفي مملكة. على سبيل المثال هذه الكاسات كلها مالات اللي هو انجاز الاندية. زي دي العينة هذه اللي هو 1427، هذه بطولة أفضل متسابق في المملكة العربية السعودية، هذه المركز الثاني طبعا. زين، ففي يعني ما هو ذا، وفي عندي فوق الغرفة فما أدري وش ذا، ففي عينات واجد. طبعا هذه كلها شهادات مالات الاتحاد. طبعا في فرق بين الاتحاد وفي فرق بين النادي. النادي هذه ختم الاتحاد ورئيس الاتحاد. طبعا هذه شهادات كلها تفوق. زين، هذه عينة، هذه شهادة تفوق، هذه شهادة تفوق، شهادة تفوق، هذه كلها من الاتحاد. طبعا هذا كله من الاتحاد. طبعا فيه واجد عندي.
زين. واما شهادات النادي برضو شهادات النادي هذول كلها شهادات نادي. طبعا دي الشهايد ما طلعت في ال11 كلها من العاشر، اول ثاني ثالث رابع خامس سادس، هذه كلها في ال11. زين. يعني زي هذا المركز تشهد اللجنة السعودية للحمام الزاجل من المتسابق كذا المحصل على المركز الأول على سبيل المثال. زين. هذا التاسع. زين. كلها هذه سباقات. زين. يعني ما فيها وش اسمه. هاي شو هذه مالات هذه طبعا لا، هذه مالت الاتحاد طبعا بعد. هذه من نسميها احنا خط الجنوب او 220. طبعا الانجازات اللي افضل الانجازات اللي حققتها من عام 1434 فزت في المركز الاول في بطولة المملكة، والمركز الاول في بطولة افضل لوفت المسافات الطويلة، والمركز الاول في بطولة المنطقة الشرقية، واخذت الرابع في الحجل الذهبي والمركز السابع في الحجل الذهبي. طبعا انا فزت 5 مواسم متتالية، منها 4 مرات المركز الاول ومرة المركز الثالث، كلها في بطولات المملكة للمسافات الطويلة، ومن ضمنها داخل بطولة أفضل اللوفت وبطولة المنطقة الشرقية. هذا الكأس المركز الأول في بطولة أفضل لوفت للمسافات الطويلة لعام 1434، وهذا المركز الأول في بطولة المنطقة الشرقية في عام 1434، وهذا الأول في بطولة المملكة للمسافات الطويلة المركز الأول، وهذا بعد المركز الأول في العام اللي بعده 1435، وهذا المركز الأول بطولة أفضل لوفت في نفس العام 1435، وهنا المركز الثالث أخذته في بطولة المملكة المسافة الطويلة في عام 1437، وأخذت الأول في بطولة أفضل لوفت في نفس العام ل 37. عندي هذا بطولة المملكة المفتوحة 1438 المركز الأول، وأخذت المركز الأول في بطولة أفضل لوفت للمسافة الطويلة، هذا الكاس في عام 1438. العام هذا اللي تو الآن انتهى موسمنا 1439 أخذت المركز الأول في بطولة المملكة المفتوحة المسافات الطويلة، والمركز الأول في أفضل لوفت للمسافات الطويلة. هذه أهم إنجازاتي خلال 5 مواسم متتالية. يا رب لك الحمد. 4 مراكز الأول، 4 سنوات كلها في المركز الأول، عاد سنة واحدة أخذت فيها المركز الثالث. طال عمرك عندي 4 بطولات مملكة اللي هو المفتوحة، وعندي 3 بطولات لفت أفضل لفت 3 بطولات، وعندي حجل فضي اللي هو ثاني حجول ذهبية، وعندي مراكز متقدمة المسافات الطويلة أول ثاني ثالث عرعر، وعندي ثاني سكاكة، وعندي ثاني حايل، وعندي مراكز متقدمة كثير يعني. احنا عندي طال عمرك المركز الأول في اللي هو في النقطة، أخذت السيارة، والمركز الأول برضه بالتفوق العام على مجموع النقاط اللي هو النقطة العربية في القطيف والدمام. وعندي المركز الثاني بنفس السباق، أخذت عليه جائزة تقريبا 22,000 الحمد لله. وعندي طال عمرك اللي هذه على مستوى النقاط، الثالث في نقطة الصفا، وعندي الرابع في عمان الدولية. وعندي طال عمرك هذا المركز الأول في سباق عرعر العام. عندي المركز الثاني بطولة أفضل لفت. طبعا عندي الرابع مفتوح اللي هو بطولة المملكة. عندي طال عمرك سباق الأول عرعر، هذا هدية من الأخ محمد محفوظ، اللي هو أنا الكاس هذا أعتز فيه كثير عشان المرحوم فاضل الشيخ. وهذا الدرع اللي هو من اللجنة السعودية. هذا طال عمرك الشيك اللي أنا طبعا حصلت عليه اللي هو 22,000 المركز الثاني. وهذا اللي هو المفتاح حق السيارة
هذا نعتز فيها كثير طبعا، لأن النقاط تكون فيها منافسة قوية والناس تجيب أفضل حمام. أنا شاركت في نقاط اللي هو عالمية ودولية اللي هو في عمان، حصدت المركز الرابع. كان السباق جدا صعب. جنوب أفريقيا أخذت المركز الثاني والثالث، الثالث والرابع والسابع والعاشر، وعندي 22 و42 تقريبا. هذه كلها مشاركاتي الخارجية. عندي مراكز كثير، لكن المراكز هذه أنا يعني كانت بسباقات قوية وأنا أعتز فيها كثير. يعني مثلت المملكة في بطولة حائل الدولية والحمد لله أخذت المركز الثاني. البطولة العربية أخذت الأول الثاني اللي هي في النقطة. يعني دائما أحاول أنه أنا أتواجد بالمحافل اللي فيها المنافسة قوية وأثبت جودة ما أملك من حمام برا، لأنه أنت لما تسلم حمام للنقطة الشغل ما يكون شغلك أنت على الحمام. يعني إذا أبدع الحمام عندك وعند غيرك فهذا دليل أن الحمام قوي وسلالته قوية جدا. حققت المركز الثاني في بطولة المملكة المفتوح. والمركز الأول في بطولة أفضل لفت المسافة الطويلة، طبعا في عام 2009 عام 2010 هذه البطولتين. وحققت المركز الأول في بطولة الحجل الذهبي والمركز السادس بنفس العام. عام 2011 عام 2012 المركز الأول في بطولة المملكة المفتوح. وبطولة أفضل متسابق في المسافة الطويلة، بطولة المركز الأول بطولة المملكة المفتوح المركز الثاني. بطولة أفضل لفت المركز الأول. بطولة أفضل لفت المركز العاشر. بطولة الحجل الذهبي المركز الأول. بطولة الحجل الذهبي المركز السادس نفس العام. بطولة الحجل الذهبي المركز العاشر. بطولة أفضل متسابق المركز السابع. أول سنة في عام 2016 حقت على بطولة المملكة هذه بالهجري ليس بالميلادي. وسنة الثانية 2017 على التوالي. ثم بعدين هذه بطولة مملكة، هذه 1424 بطولة مملكة. هذا الكاس 1430 بطولة مملكة الأول. هذه عام 1431 32 بطولة المملكة الأول. هذه بطولة المملكة 1430 31 بعد. هذا على مستوى المنطقة الشرقية. هذا كاس وين بطولة بطل الأبطال مركز الثالث في بطولة المنطقة الشرقية. الأول بطولة المنطقة الشرقية 1424 في بطولة هذا الأول المملكة بعد ما قلنا فيها وباقي. وهذا الأول منطقة الشرقية، الأول بطولة منطقة على الشبابات مملكة، وفيه الثاني على مستوى المملكة، والثالث على بطل المملكة. هذه بالنسبة. وهذه الكؤوس فردية
السباقات العادية بالنسبة للنادي، هذه أول في الحفر الباطن، والثاني في حفر الباطن، الأول في سعيرة، الثاني في سعيرة، هذا الأول في السعيرة، الثاني والثالث على مستوى تمير، أول وثاني وثالث. بعض الكؤوس سباقات فردية، أول على المملكة في السباقات الفردية، وثاني وثالث، يعني متعددة. هذه بالنسبة للكؤوس والبطولات. وطبعا هاي شهادة تقديرية من الاتحاد السعودي لسباق الحمام الزاجل، وهذه شهادة تقديرية من سلطنة عمان، وفي باقي شهادة تقديرية من مركز الأحساء للحمام الزاجل. مشاركة جنوب أفريقيا في عام 2012 في سباق الفاينل على مستوى العالم، ترتيبي ال 12 على مستوى العالم. والله عندي هذا المركز الثالث في حفر الباطن، وعندي هذا المركز الثاني في حفر الباطن، وهذا تكريم من صديق لي. هذه حصلت على المركز الثاني في سباق عرعر وفي وقت يعني جدا ممتاز، وهذا تكريم من نادي حفر الباطن بحضورنا الحفل عندهم ودعمنا للهواية عندهم في أهل الحفر. وبرضو هذا الدرع برضو من تكريم من هواة حفر الباطن في الطير، هذا أخذ المركز الخامس عندي في سباق عرعر. وبرضو الدرع هذاك من صاحب من أخويانا العزيزين، برضو أهداني الدرع هذا تكريم للطير اللي أخذ المركز الخامس في سباق عرعر. نعم، وعندي شهادات طبعا حقت بطولات المملكة اللي أنا كسبت فيها. عندي المركز السادس في المملكة، وعندي الثامن في أفضل لفت في المسافة الطويلة، وبرضو عندي المركز الخامس في بطولة المملكة المفتوحة، وبرضو عندي المركز الثامن في بطولة المملكة المفتوحة، وبرضو عندي بعد ثاني مرة المركز الثامن في بطولة المملكة المفتوحة، وعندي المركز الثامن في بطولة الحجل الذهبي، وعندي بطولة الرابع في بطولة المملكة المفتوحة، وعندي فزت في أول سنة اشتركت فيها في المسافة الطويلة في سباق سكاكا، أخذت المركز 19 سكاكا. هذا أول سباق لي في المسافة الطويلة، أخذت المركز، أول مركز لي متقدم اللي هو مركز 19 في سباق سكاكا. فالسباق الثاني كان جدا صعب، وبرضه كنت أول سنة لي، وكسبت المركز الثاني في المسافة الطويلة في سباق سكاكا، وكانت الأجواء جدا صعبة. وهذا الطير هو اللي أفرحني وعطاني دافع وعطاني حماس إني أتواصل في هذه الهواية. وعندي في بطولة المجمعة عندي المركز 12 في المجمعة السباق الدولي، وعندي عدة بطولات بس تسجيل بالحمام، يعني عندي المركز الثاني في سباق عرعر،